دي هتعمل مشاكل. ربنا يستر. حلقة جديدة من رضي الله عنهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا قمر، عامل ايه؟ وحشتني من الحلقة اللي فاتت. من علامات الساعة الكبرى اللي انا ما اتمناش اكون موجود ساعتها عشان هتبقى فتنة كبيرة جدا، ان ربنا سبحانه وتعالى يخرج دبة من الارض تكلم الناس وتقول لهم ان هم ما كانوش مصدقين اوامر ربنا واياته. المهم بقى انها هتخبط المؤمن خبطة فوشه ينور، والكافر خبطة فوشه يسود. فالناس بعد كده ما ينادوش على بعض باساميهم، هينادوا بعض كده: خد يد يا مؤمن، خد يد يا كافر. حط الكلام ده على جنب، هنحتاجه بعدين. وتخيل معايا انا ضيف عندك في البيت، بتاكلني وبتشربني وبتشيلني تدخلني الحمام كل ما عاوز اخش الحمام. انت كريم وذوق فشايلني من على الارض شيل. بس جيت قلت لي: بص يا محمود، انت على راسي، بس الطبق ده بتاعي ما تاكلش فيه، والاوضه دي فيها حريم ما تدخلهاش. رحت انا قدام عينيك اخدت الطبق ودخلت اوضه الحريم. ايه رايك فيا بالاصول؟ ما يصحش ومش اصول؟ يعني اللي يعمل كده ما بيفهمش في الاصول؟ متفقين؟ طب تخيل ان ربنا سبحانه وتعالى يقول كده عن الكفار: ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. الكفرة عارفين ان دي ارض ربنا وسما ربنا وهوى ربنا واكل ربنا وشرب ربنا، وربنا سبحانه وتعالى بقدرته يشيلني ويشيلك ويشيل العالم دي كلها ويدخلهم الحمام. يعني انا وانت هنا ضيوف، وتلاقي في حاجات ربنا يقول ما تعملوهاش وتتعمل عادي، وربنا يقول اعمل كذا وما تتعملش عشان مش على المزاج، وانت ما كنتش راضي لنفسك الموضوع ده بالاصول. فكل واحد يسأل نفسه ومحدش يشاور على حد. اشوف نفسي انا الاول، هو انا راجل وبفهم في الاصول، ولا هي عنجهية فارغة وفاكر نفسي ارجلها واحد في المنطقة ومفيش حد زيي؟ قول كده لما تلاقي نفسك بتسترجل وماشي بالاصول مع اللي بيشيلني ويشيلك ويدخلنا الحمام. غير كده بلح ما تفتحش بقك. فالواحد محتاج يفهم في الاصول ويشتغل بيها عشان لما تيجي الدبة ما يبقاش من الوشوش وما هتسود. زعلت مني؟ معلش، بس احنا لازم نفوق شويه، هتبقى كل حاجه طبطبه ولا ايه؟ فكل ما الاقي نفسي بعمل حاجه عكس اللي ربنا عايزها واقوم واقف في المرايه: هو انا راجل وبفهم في الاصول ولا لسه شويه؟ طب يا محمود، نتعلم الاصول دي فين بقى؟ السؤال ده اجاوبك عليه الحلقه الجايه ان شاء الله. انا بحبك في الله. ارجع شوف حلقات رضي الله عنهم كلها بالترتيب، هتتبسط. لايك الفيديو لو عجبك، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الكومنتات، واشتري عشان يعم الخير. في ناس لسه محتاجه تفهم في الاصول، ده الدال على الخير كفاعله. اشوفك الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام يا قمر.